بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني الله الذي من علينا بمواسم الخيرات ليغفر لنا بذلك الذنوب ويكفر السيئات وليضاعف لنا بذلك الثواب ويرفع لنا الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الحبات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وزوجاته الطاهرات وعلى جميع صحابته ذوي الدرجات العاليات وعلى كل من تبعهم واقتفى آثارهم من المؤمنين والمؤمنات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم واعبدوه واشكروه على ما أنعم به عليكم واحمدوه وعرفوا نعمته عليكم واغتنموا مواسم الخيرات التي تتكرر عليكم كل عام ليتكرر بها عليكم من الله الفضل والإنعام ولتجددوا النشاط على صالح الأعمال واجتناب الآثام. عباد الله، لقد استهل علينا شهر كريم وموسم عظيم تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. إنه شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان إخوة الإيمان شهر الصدقات والبر والإحسان. رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان شهر تفضل الله به على هذه الأمة بخمس خصال لم يعطها أمة من الأمم. الخصلة الأولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والثانية تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. والثالثة يزين الله فيه كل يوم جنته فيقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى فيسيرون إليك. والرابعة تصفد فيه مردة الشياطين فلا تخلص فيه إلى ما كان تخلص إليه في خير رمضان. الخامسة يغفر الله لهذه الأمة في آخر ليلة منهم. أيها المؤمنون، إن رمضان شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث الشريف. فاجتهدوا عباد الله في اغتنام هذا الخير الوفير وأخلصوا صومكم لربكم الخبير، وتقيدوا بآداب الصوم التي لخصها شيخنا الخديم رضي الله عنه بقوله: فالصوم أن يصوم كل عضو عن كل ما يفضي فتى لسهو. وفقني الله وإياكم لما وفقه عباده الصالحين وثبتني وإياكم على صراطه المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي اختار لخلقه أوقاتا فضلها وأياما خصها بالفضل وسرعها وسهورا بسط فيها على المؤمنين موائد الكرم والإنعام. وخص رمضان فجعله سيد السهور ومصباح العام. لا إله إلا هو بعث في الأميين رسولا سماه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا بقربه مجدا كاملا وسؤددا. أما بعد فيا عباد الله، إن الرب الحكيم
يستفي من الأيام ما يشاء ويجعل في بعض المواسم نفحات من تعرض لها واقتبس منها سعيد وفاز. فإذا حل موسم من هذه المواسم شد الصالحون عزائمهم وبسطوا هممهم فجدوا واجتهدوا وتقربوا حتى ينالوا في الزمن الخليل أضعاف ما ينال في الزمن الطويل. وبذلك تظهر الميزة لأوان النفحة على غيره من الأزمنة. ومن أعظم ما نفح الله به عباده فريدة الصوم التي سجلها في كتابه الخالد، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم